البسبوسة بنزل بكوباية سكر، كوباية مية، هرفعهم على النار. اول ما بيغلوا بنزل بعصرة ليمون او نص ليمونة وذرة فانيليا، واهم حاجة معلقة سمنة بلدي عشان تديها الطعم الحلو. بخليهم يغلوا 5 دقايق وبطفي عليهم. في كسرولة كوب حليب، كوب سكر، وكوب الا ربع سمنة، ويفضل انها تكون بلدي. ومعايا معلقتين عسل جلوكوز، لو مفيش يبقى عسل ابيض او سيرب تقيل، معلقتين سيرب تقيل. بنزل بيهم كده على الخليط، برفعهم على نار هادية مع التقليب، تقليب خفيف لحد السكر بس ما يدوب، ما تسخنش بس تبقى دافية. هنا عندي نص كيلو سميد من عند العطار عادي، سميد سادة عليه ذرة ملح، ومعلقة كبيرة جوز هند ناعم، وبقلبهم مع بعض. بنزل بقى بالخليط شوية بشوية لحد ما امزجه كله مع السميد، بس ما بعجنش، بيتقلب بس. كده جاهز معايا. عندي صينية مقاس 30 بدهنها سمنة، وبنزل بالخليط وافرده، بفرده كويس كله سوا واحد. وبقطعها، بتقدري تقطعيها بعد ما بتطلع من الفرن. لو عندك بقى مكسرات بتحط لها. بقت معايا بالشكل ده. هدخلها فرن على درجة 160 في الرف الأوسط، تاخد وش من تحت، وبعد كده بتديها لون من فوق لو ما خدتش لون. بنزل بالسيرب بيكون سخن، والبسبوسة سخنة أول ما تطلع من الفرن، وبسقي السيرب شوية بشوية لحد ما بتشربه كله. بعد كده بغطيها لو أنا عايزاها طرية، لو عايزاها ناشفة مش بغطيها. يلا نشوف بقى البسبوسة تحفة ومرملة وجميلة بجد. الطريقة دي سهلة وروعة، جربوها مش هتندموا، وقولوا لي رأيكم في التعليقات لو عجبتكم ولا لا. شايفين قد ايه دايبة؟ ما تنسوش تعملوا لي متابعة واكسبلور.